موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمرار الأجواء الغير مستقرة خلال يوم الغد بإذن الله على كافة المناطق الشمالية. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما استمرار تساقط الأمطار على فترات بكل المناطق الشمالية، أحيانا ستكون على شكل زخات رعدية بالنسبة لسواحل الوسطى وكذلك الشرقية. الثلوج تبقى تخص دائما المناطق الداخلية التي يتراوح علوها بين 800 لغاية 1000 متر. الثلوج أيضا ستمتد هذه المرة إلى غاية أعالي مدينة بشار، كذلك أعالي غرداية. تبقى أجواء مشمسة على العموم بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي بوسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم نتيجة لاستمرار تساقط الثلوج ستبقى دون الصفر على أغلب المناطق الداخلية. 6 درجات تحت الصفر ستكون كأدنى مقياس بسطيف، بقسنطينة، بباتن الجلفة والبيض. الدرجة 0 إلى درجة 1 نحو السواحل. درجة 0 أيضا ستسجل بالنسبة لشمال الصحراء، 2 درجات ببسرة لغاية ورقلة، 3 درجات ببشار، 8 درجات بتندوف وتمنراست، وترتفع إلى 14 درجة بأقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى باردة، مقاييس ما بين 2 إلى 8 درجات بالمناطق الداخلية، 10 إلى 12 بالسواحل، 10 درجات أيضا بغرداية، 7 درجات فقط ببشار، 13 ببسكرة ورقلة المغير والواد، 19 بإليزي وإناميناس، ترتفع إلى 22 درجة بالصحراء الوسطى، و32 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، أحيانا مضطرب بسواحل الوسطى والشرقية. الرياح تكون من ضعيفة إلى معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية بسواحل الغربية، متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى، ومن غربية إلى جنوبية غربية نحو سواحل الشرقية. جولة خاطفة إلى شمال قارة أمريكا، حيث الثلوج بإذن الله تبقى تخص مدينة مونريال مع درجة 1 فقط. أمطار بفانكوفر مع 7 درجات، نفس الأجواء تقريبا بدالاس. غائمة تماما بميامي، الحرارة تكون معتدلة تقارب 25 درجة مئوية. غائمة جزئيا بنيويورك مع 8 درجات، نفس الأجواء بواشنطن، الحرارة ترتفع بدرجتين. بينما بكاليفورنيا ومكسيكو الأجواء ستكون مستقرة، 19 بكاليفورنيا و25 درجة كعلى مقياس بمكسيكو. نعود إلى أرض الوطن. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و55 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و4 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى